نفهم احنا ليه عندنا الصورة الجدلية بتاعت ان لو المعالج ميديا تك او سناب دراجون بنروح للسناب دراجون على طول من غير تفكير، وبيتهيأ لنا ان هو الافضل والاحسن. هل دي حقيقة؟ في الحقيقة اه، بس لا، الكلام ده كان حقيقي لحد من كام سنه فاتوا لما بدات تشتغل على المعالجات الجديده من ميديا تك اللي اسمها دايمنستي. المعالجات دي اختلفت تماما، والشركه غيرت سياستها تماما من فكره ان انا الاندر دوج وان انا المعالج الوحش جنب سناب دراجون، لان انا ابقى رقم واحد. والنهارده لو هنتكلم رقميا، المعالج الاقوى على مستوى العالم هو من شركه دايمنستي. هكتب لكم اسمه فوق. طبعا ال8 اليت قوي جدا، بس حاليا معالجات دايمنستي من ميديا تك قويه جدا لا يستهان بيها، بس للاسف اترسمت عندنا صوره نمطيه من زمان ايام ما كانت لسه شركه عندها عيوب وقصور في المعالج، بنقول دايما ان العيب من معالج الميديا تك، فاترسمت عندنا صوره ان المعالج الميديا تك معالج وحش. بس فعليا الكام سنه اللي فاتوا غيروا كل الكلام ده. دايمنستي بتقدم حاجات وهميه تنافس وبقوه، ما كانش الافضل كمان. دي كانت معلومه على السريع. كان معاكم حازم تك فيو. تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب، وتقول لنا في الكومنتات ايه هو المعالج بتاع تليفونك. سلام.